يا اصحابي، وصفة النهاردة احلى فتة شاورما لحمة. ولو اول مرة تشوفوا القناة فاكيد فايتكم كتير. متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بتحبوا فتة اللحمة ولا فتة الفراخ. وتعالوا بقى بينا على المعمل. حاجة هجهز اللحمة بتاعتي، احط عليها كوباية زبادي وربع كوباية من الخل وملح وفلفل وبابريكا وشوية زيت زيتون، ونقلب بقى كل ده مع بعض. ونحط لها بصلاية عشان انا بحب البصل يكون ظاهر فيها، واسيبها بقى في التتبيلة. ممكن اقل حاجة نص ساعة، بس يفضل لو احنا سبناها من قبلها بيوم، بجد بيبقى غنية كده في الطعم وبتبقى لذيذة قوي. اهم حاجة بقى نديها الصدمة، احط لها شوية زيت واصدمها كده في الطاسة علشان ما تنزلش المية بتاعتها. وبعد كده ازود لها شوية مية واغطي عليها، ونعمل بقى الوصفة التانية. ودي اهم حاجة، هجيب بقدونس وهبدأ بقى ان انا اقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ احطه مع طماطمايه وبصل وخل وليمون وملح وفلفل. وخلاص كده خلصنا. هنبدأ بقى نضيفها بعد ما نيجي نقفل خالص، واحط لها شوية بصل تاني وطماطمايه. وبعد كده بالهنا والشفا معاكم احلى شاورما. هنا بقى ضفت لها شوية فلفل الوان في الاخر خالص. نبدأ بقى اهم حاجة التحميصة، انا عملتها في المايكرويف، بجد الطريقة دي حلوة قوي ومبتاخدش ثواني. بيه بقى في الصينية بتاعتنا كده زي ما انتوا سامعين صوته، هو بجد متحمص جدا، ومن غير بقى ما نضيف له اي زيوت ولا ان احنا نحطه في الفرن ولا اي حاجه. ونبدا بقى نعمل صوص التوميه. هجيب زبادي ومعلقه مايونيز وفص ثوم وملح وفلفل، ومعاكم احلى هيلسي توميه بجد خطيره. عايزينها سايله معاكم اكتر ممكن تضيفوا لها معلقه لبن، بس ما نزودش اكتر من معلقه عشان ما تغيرش الطعم بتاعها. هنا بقى ننزل بقى بالطبقات بتاعتنا. اول حاجه جبت العيش، هحط عليه الشوربه، ولو ما عندكوش شوربه لحمه او حاجه ممكن تجيبوا مرقه وتستخدموها برضو، ما بتأثرش في الطعم. انا هنا بحب اخلي العيش يكون طري، في ناس بتحب تحط العيش المحمص على الوش من فوق، بس دي up to you. انا بحب الطريقه دي وجربوها هتبقى لذيذه قوي. هنزل بقى بالرز هنا فوقيه، وابدا ان انا اغطي العيش بتاعي خالص. وبعدين ندخل بقى في المرحله اللي بعدها، وهي مرحله اللحمه. طبعا في ناس بتحب تحط الطبقات بشكل مختلف، ممكن تغيروا الطبقات زي ما انتوا عايزين، بس دي الطريقه اللي انا بحبها وجربوها وهتبقى خطيره. هنا بقى قبل اللحمه هنحط التوميه، وهخلي اللحمه هي الاخيره خالص اللي على الوش. هنا بنزلت بصوص التوميه كده في النص. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير سبسكرايب، وقولوا لي انتوا من فريق اللحمه ولا من فريق الفراخ. وهنا بقى هنبدا ننزل باخر حاجه خالص، وهي اللحمه. احط اللحمه على الوش. خلاص هنا اللحمه بتاعتي اوريدي جاهزه ومتبله، وفيها كل حاجه، وفيها الفلفل الالوان، وفيها كل الحاجات اللي انا بحب احطها عليها، فبنحطها دايركت خلاص على الوش، مش بنزود لها اي حاجه تاني. وبعد كده هبدا ان انا اوزعها زي ما انتوا شايفين كده في الصينيه كلها. واخر حاجه بقى فكرت ان انا احط لها صوص كده على الوش من فوق، هو صوص الزبادي بالنعناع. هنجيب الاول علبه زبادي، هنقطع عليها خيارايه نبشرها خالص بالمبشره، ونحط عليها شويه نعناع وملح وفلفل، ويبقى كده خلصنا احلى صلصه زبادي. طبعا دي اضافه اختياريه، لو حابين تعملوها لو مش حابين خلاص، عشان ممكن تغير طعم الفته شويه. وبكده نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا، سهله وسريعه متاخدش وقت خالص. وجربوا موضوع العيش المحمص في الميكرويف، هيفرق معاكم كتير قوي في الوقت. وده كده كان شكلها بالهنا والشفا. جربوها، وهستناكم تقولولي محتاجين الوصفه اللي جايه تكون عباره عن ايه. وحاجه بجد كده سوبر تيستي ولايقه معانا على العيد دلوقتي، نختم بيها العيد بتاعنا. واشوفكم بقى في وصفات تانية كتير، وقولولي محتاجين الوصفه اللي جايه تكون عباره عن ايه. باي.